اللهم لا اعتراض على حكمك يا رب. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين يا حبايبي الحال اللي أنا فيه؟ كل السبب اللي انتوا شفتوه في أول الفيديو، صينية البطاطس وحلة الملوخية اللي عملتها عشان نسيت جوع بناتي، هي اللي قلبت بيتي كده. شفتوا الأسبوع اللي احنا خدناه يمكن ساعة ما نزلت لكم الفيديو يا بنات، اللي أنا وبناتنا قليتنا الشقة ونظفناها وقلنا نفرش فرشة الشتاء، الشقة اتقلبت تاني ورجعت خرابة. ايه السبب؟ صينية البطاطس اللي انا عملتها وحلة الملوخية عشان نسيت جوع بناتي. اللهم استرنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، امين. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم واهلا بكل خوات وحبايب اللي دخلوا عندي جديد. ربنا يسعدكم ويوعدكم ويجبر بخاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. بالله عليكم بالله عليكم محتاجة دعمكم ووقفتكم جنبي عشان ربنا يغير حالي من حال الأحسن حال. يمكن ربنا يوسع عليا ويكرمني نجيب حتة بيت نقعد فيه أنا وبنتتي، ولا حتة أوضة وصالة، أرحم من الذل والعيشة اللي أنا عايشاها دي. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا راضية بنصيبي يا رب وراضية بقدري. ربنا كريم وعظيم وعالم بيا وعالم بحال بناتي، والحمد لله على كل حال. كل اللي حصل ده يا بنتي ان يوم ما انا حطيت الطشت وغسلت المواعين بسبب الغسالة اللي باظت، البنات كانوا جعانين. عملت صينية البطاطس اللي انتوا شفتوها من غير لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة، وعملت حلة ملوخية على مرقة دجاج بطماطماية كده ومرقة دجاج، واتغدينا وقلنا الحمد لله. كل يعني بصوا انتوا عارفين وفاهمين وعايشين القصة معايا. ابوهم كان فاكر ان انا طبختها على فراخ طبعا، فعايز نايب ومش نايب، كلام مليهش اي عازة ولا اي معنى. قلب علينا البيت وكسر البيت زي ما انتوا شايفين وصمم لازم تاخدي بناتك وترحلي. نروح وين يا حبايبي في الشتاء وفي البرد ده؟ هو متعود يطردنا في الشارع، ناخد باليومين والثلاثة عنده وعنده. لا بيت ابويا شالني ولا بيت ابوه هو شالني ولا اي مكان شالني. فعشان كده انا مستحمله وعايشه عشان خاطر بنات. بصوا حبايبي جيزم بنات مقطعه كيف، يعني بصوا عيشتنا يمكن تحت الصفر، وانا راضيه وشاكره وحامده ونقول الحمد لله ان في مكان. بصوا شبشب البت اتقطع كيف، الشبشب ده بتاع دنيا اديتها لاخواتهم لما كانش معاهم شباشب. وراضيه وعايشه وحامده وشاكره. بس نقول اهم حاجه ان في باب مقفول عليا انا وبناتي، في باب مقفول عليا انا وبناتي. بصوا الشفونيره دي انا عملتها زي جزامه كده، جبت حته القماشه دي، شوف القماشه عشان قديمه دابت. انتوا عارفين ان انا بنشتري قماش من السوق وبنحاول ندبر امري على قد ما نقدر وندبر حياتي على قد ما نقدر. نقول الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا عظيم وكريم. انا غسلت اللهم صل على رسول الله، وباقي الغسيل لسه قاعد، باقي الغسيل لسه قاعد ما خلصتاش. بس نقول ايه، ربنا كريم وعظيم ان شاء الله. انا عشمانة فيكم بعد ربنا انكم توقفوا جنبي وتغيروا حالنا من حال الاحسن حال، رغم ان عشتنا على كدي وبناتي. يعني بصوا اللهم لا اعتراض يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الصحة وعلى الستر، الحمد لله. لا معاهم شباشب ولا معاهم خلق ولا معاهم حاجة، وراضية وشاكرة. وأنا قبل كده خدوا هدومي كلها قطعها وأنا وريتها لكم في البث. ونقول الحمد لله هو بيكرهني على قد ما يقدر عشان يخليني نسيب البيت ونمشي، لكن إن شاء الله لا. أهل الغسيل يا بنتي ده كنت غسلاه على أيديا لأن الغسالة باظت. ادعوا لي ربنا يوسع عليه ونصلح الغسالة. أنا مش معترضة والله يا بنات، بس أنا بنقول اني انا بنحاول ندبر حالي بحالي عشان بناتي ما يحتاجوش لحد. ما حدش شن حبايبي، لا بيت عم ولا بيت خال ولا بيت اخت ولا بيت اب ولا اي حد سند بناتي ولا وقف معاهم، غير نقول الحمد لله يا رب. غير ربنا وولاد الحلال اللي بيوقفوا معايا انا وبنات. بصوا الغسيل يا بنات كل ده مغسول غسلاء اختكم على ايديا لما تهد حيلي، اقسم بالله من التعب ومن الالم اللي انا فيه. رحت للدكتوره بتاعت الصيدليه اللي ساكنه، يعني يعتبر انا ساكنه بعديها بشارع، لقيت الصيدليه مليانه. اتحرجت نقولها لاني انا رايحه لها من غير فلوس، وكانت في الوقت ده مليكه وجنا عيانين خالص خالص خالص. رحت لها وقلت لها يا دكتوره انا مش قادره نرفع دراعاتي من الالم، مش قادره، غسلت كميه غسيل كتير وتعبانه خالص، حاسه بالم فظيع في دراعاتي. ادتنا الله يبارك فيها ويسعد قلبها، ادتني انبوبه برهم اللي هو الفولتارين ده، وادتني جزازة دواء المليكة، وقالت لي بإذن الله ربنا يوسع عليك وابقى هات حقها. قلت لها بإذن الله على آخر الأسبوع. أنا قلتها كلمة من عند ربنا ويمكن ربنا يوفقني إن شاء الله ونسد لها حقها.
جيت دهنت دراعاتي وجسمي، والله العظيم ما يعلم بحالي إلا ربنا. قلت نتصار بصوا اليوم ده يا بنات البيت خرب كيف بسبب اللقمة دي اللي هي البطاطس، سبحان الله، صينية البطاطس وشوية الملوخية. البنات جعانين، طب هنعمل ايه؟ قال لك المثل الشاطرة خسرت صحتها والخايبة كل الناس خدمتها. الواحد عشان سبحان الله بيدمر أمره بأمره وبيلف الدنيا كده على رأي اللي قالوا، بيجيب دي عشان نستر وقتي ونستر بناتي وما نحتاجش لحد ولا نتذلل لحد. الأوضة طبعا اللي عارفينها المقفولة على طول. وادي باقي الغسيل يا بنات، يعني بصوا كل الغسيل اللي اتغسل ولسه في غسيل تاني. ادعوا لي ان ربنا يكرمني كده ويديني الصحة عشان نقدر نكمل المشوار مع بناتي. هو كل اللي بيعمله ان هو عايز يطردنا من البيت. وانا اخواتي يا جماعة واهلي يقولوا لي سيبي لي عياله وتعالوا انتوا، بالله عليكم بالله عليكم اي اخت حبيبة او صاحبة ليا او عارفاني وعارفة ظروفي وعارفة بناتي ينفع نسيب بناتي يا جماعة؟ فين الأمان اللي أنا نسيب بناتي فيه؟ على الأقل هنا ليهم مكانهم عيناموا فيها أوضتهم، ليهم باب عيتقفل علينا، ونقول الحمد لله يا رب قدر الله ما شاء فعل. ادعوا لي إن ربنا يلهمني الصبر. والله من كتر ضغط عليا وإهانته وضربة وقلة قيمته ليا أنا والبنات، وكل يوم في حال وكل يوم في مشكلة، ساعات بيجيني الشيطان إننا نفتح الباب ونمشي، بس ربنا بيلهمني الصبر في الحال ونقول نروح وين. وخلوا بالكم دلوقتي الدنيا برد، وإذا كان في البيوت ما فيش أمان العيل بيروح الدرس ويجيب تبقي قلقانة وخايفة عليه، مال برا الشوارع إيه اللي هيحصل فيها؟ أنا أختكم اتبهدلت كتير وشفت كتير وتعذبت فوق ما تتخيلوا. بناتي دول وانا كنا ننام، وكذاب يا جماعه اللي يقول لك ما فيش حد بينام من غير عشاء، لا في بينام من غير عشاء ومن غير غدا كمان. يعني بس الواحد يقول الحمد لله احسن من غيرنا. الحمد لله في باب مقفول علينا، هو مستكتر الباب المقفول علينا، مستكتر الباب المقفول علينا. الشقه دي ايجار يا بنات، عشان اللي ما يعرفش يعرف، الشقه دي ايجار، والايجار انا اختكم في الله انا اللي هنتلتلت فيه وانا اللي هندفع، بس المشكله ان هو مكتوب باسمي. احنا عندنا في الصعيد يا بنت عادات وحشه كتير كتير كتير، فنقول الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله. ادعوا لي على قد ما تقدروا ان ربنا يوقف لي ولاد الحلال ويغير حالي من حالي الاحسن حال، ويجبرني ان شاء الله في بناتي، اللهم امين يا رب العالمين. وانا عارفه وحاسه ان بناتي انا بنحاول على قد ما نقدر اننا نوقف معاهم ونساندهم عشان ينجحوا ويبقوا بكره بعد حاجه زينه، ما يشوفوش اللي شافته امهم ولا يتهنوش الاهانه دي، رغم ان هم متهانين ومتبهدلين، بس انا بنحاول على قد ما نقدر اننا نراعيهم ونحافظ عليهم، وبنحاول نعلمهم بس على اللي هم شايفينه وعلى الحرمان اللي هم عايشين فيه والبهدله، ولا دروس ولا مدارس، وكل مشكله يحلف ان ما يروحوش دروس ومدارس، وبعد كده الدروس متقومه عليا وقاعد عليا فيها مبلغ جامد، فده كله اثر في نفسيتهم. انا ساعات بنقعد مع نفسي ونقول ان البنات دول مش هيقدروا ينشوا. بصوا يا جماعه لو لاحظتوا انا داسه علبه السمنه في الاوضه، بس علبة السمنة في الأوضة، يعني بندس وكلنا وشربنا، لكن في اليوم ده قدر الله ما شاء فعل، شاف الطبيخ وهو مش يعني سبحان الله. مفروض تفرح ان انا بنسد وكل وجوع البنات. بصوا العيش ده اللي هو كان داسه في الأوضة، العيش ده اللي انا وريته لكم هو كان داسه في الأوضة، رماه في الزبالة وانا طلعته من الزبالة يا بنات، وقلت ينشف خسارة نحطه في شكارة ولا نديه لأي حد، أرحم من إن هو يترمي في الزبالة، لأن نعمة ربنا لميها تلمك، ما ينفعش إن أنا نرميها في الزبالة. البنت هنا كانوا عيروقوا معايا البيت وكانوا عيلموا بعد ما البيت ادعك وبقي خرابة، هدت حيل وصحة وحال كله على الفاضي. بصوا البنت عدس علبة السمنة وين، يعني بصوا يا جماعة عيشة ذل وعيشة إهانة وعيشة بهدلة، وسبحان الله ملناش بخت برضه ومش نافعين. ايه اللي محملك ده كله وايه اللي معيشك ده كله؟ زي ما في ناس كتير في الكومنتات هتكتب يا بنتي انا ما نقدرش نسيب بناتي لاي سبب، بناتي بيا ومتهانين، ما لما نبقى نسيبهم ونمشوا استحالة ناكل لقمة من غير بناتي، استحالة نعيش من غير بناتي، انا روحي فيهم وهم روحهم فيا، لا انا ليا غيرهم ولا هم ليهم غيري. فادعوا لي ان ربنا يقويني، وبإذن الله ادعوا لي يا بنت كل اللي يحبني ويحب بناتي يدعي لي ان ربنا يجعل لي باب رزق، يدخل لي رزق وخير شهري لي والبنات، اذا كان في قناتي او كان في مشروع اللي سبحان الله، يعني هو ربنا مش رايد لي لا في المشروع ولا في القناة. المشروع لغاية دلوقتي ما عرفاش نعمله، والقناة اديكم زي ما شايفينها لا مشاهدات ولا فيها يعني استغفر الله العظيم، يعني غير نقول الحمد لله الحمد لله على كل حال.
قدر الله ما شاء فعل، وأنا راضية والله مش معترضة. بس كل الحكاية إنها تصعب عليا بنتي لا أكتر ولا أقل. بصوا بصوا هنا بعد ما البيت اتدعك بيفرشوا تاني وينظفوا تاني. يعني بصوا هي هدت حيل بالكذب، والله والله يا بنتي هدت حيل. شفتوا انتوا الترويج اللي روجوه والنظيف اللي نظفوه، وبرضه نقول الحمد لله يا رب. بس عايزاكم تدعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم الطاهرة الخالصة دي، وتصلوا على الرسول وتكتبوا لنا تعليقات حلوة تجبر بخاطرنا، وتحاولوا يا بنتي بالله عليكم على قد ما تقدروا اعتبروها صدقة جارية لأختكم. حاولوا انشروا القناة بالله عليكم، أي قناة تبقى كبيرة وقناة حلوة كده توقف جنبي كده وتنشر لي الفيديوهات، يمكن تبقوا سبب في غير حال عيلة وأسرة كلها من أم وبنات ما لهمش غير ربنا، وربنا عالم بحالنا وغني عن سؤالنا يا رب. انت يا رب شايف، محدش غيرك شايف. انا اسفة اننا بننكد عليكم وبنزعلكم، بس انا يا بنات بنوريكم جزء من حياتنا. هي ايوه الحياة مش وحشة على طول ومش حلوة على طول، بس هي الاهانة الوحشة، هي الذلة الوحشة، هو الدين اللي كاسرك وهادي حيلك. فنقول الحمد لله يا رب. بإذن الله بإذن الله خدوه مني وعد إن شاء الله ونقدر ننفذه. بس ربنا يعني يا رب ما تحملني ما لا طاقة لي بيه، وما تزودش عليا يا رب إن شاء الله. وبإذن الله بإذن الله يا بنتي اعتبروا الفيديو ده آخر فيديو نشكلكم على الهم وعلى المشاكل، لأني أنا أقسم بالله العلي العظيم اللي عايشاه أنا وبنتتي يعبي على رأيي اللي قال كتب وكراريس. فنقول الحمد لله يا رب، قدر الله ما شاء فعل. أنا الباب بعد ما كسر تاني يا بنات، مش عارفة طلع معاكم في الفيديو ده ولا لا، والما لقيتهاش في الفيديو هنحاول، بس مش هنتكلم، بس هنوري لكم في فيديو تاني تشوفوا الباب منظره بقى ازاي. اقسم بالله العلي العظيم انا سديت العين بتاعت الباب اللي هي مكان المفتاح، سديتها بخلقه عشان اللي طالع واللي نازل ما يكشفش ستري انا وبناتي. وخليت الشفونيره اللي شفتوها اللي كانت مقلوبه ووراها الكرسي نقفل بيها الباب، لكن الحمد لله ربنا كرمني وصلحت الباب. ربنا يبارك في ميرو ويسعد قلبها يا رب. صلحت الباب وجبت له قفل جديد. سبحان الله حط القفل على الباب، كان الراجل يا دوبك نازل وهو جه خد نسخة المفاتيح. هتقولوا لي انت مش بتحرصي ليه؟ بصوا يا جماعة اقسم بالله العلي العظيم اللي انا عايشة فيه يعني بيحصل في اقل من البرق كده، اقل من غمضة العين. فنقول الحمد لله على كل حال. ربنا رايد بكده، وان شاء الله ان شاء الله ربنا مش بيعمل حاجة وحشة، بس ربنا يجعلنا من الصابرين انا وبناتي، ويعوض صبرهن خير يا رب ان شاء الله، ويجبر بخاطر كل اللي يجبر بخاطرنا، ويوقف معانا بالكلمة الطيبة او باي حاجة كويسة يعملها معانا. ربنا يردها له اضعاف متضاعفة في صحته وماله وعياله. اللهم امين يا رب العالمين. شكرا لكل حبايبي الواقفين معانا ويدعمونا، يجازيكم عننا الجنة.